اهلا بيكم في قناتي. انا ايمان. لاول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هوريكم تاني فيديو مشتريات في جهاز العروسه او جهاز بنتي عامه، يعني الحاجات اللي انا اشتريتها وانا اشتريتها ليه. يعني اول حاجه كده انا هفرجكم طقم الاستانلس. انا جربت كذا نوع استانلس وما طلعش، يعني بيتحرق بسرعه وكده. فالمصانع الحربيه كان من افضل الانواع اللي انا جربتها او اللي حواليا جربوها وكله شكر فيها. فقررت ان انا هشتري لها، مش همشي. يعني لقيت في انواع غاليه جدا. يعني ده وقت ما جبته كان عامل 4000 جنيه، في وقت كان لطقم عامله 8 و9 اللي هي التركي وكده. بس دي كخامه كويسه جدا، بتنافسهم طبعا في الشكل. فعشان اجيب طقم ب8 9 وممكن وصل كمان ل11 دلوقتي و10 وكده، لا. فانا قررت ان انا اجيب الحاجه اللي في المتوسط والخامه بتاعتها كويسه ويتعمل فيها الاكل. القاعده بتاعتها ألمونيا مزدوجه. الحله مهما قعدت معاكي، عندي مثلا ليها بتاع 12 13 سنه اهي، واستخدامي فيها زي الفل. الاستانلس بتاعها بينور وبيلمع. فاقول لكم بقى انا جبت ايه. جبت المقاسات ايه. جبت مقاس 32 وجبت مقاس 26 خلاص. وجبت المقاس ده. المقاس ده كان 24 وجبت 20 و16. تمام. فدي مقاسات اللي هو الوسط. يعني انت لو عايزه تزودي مثلا، انت هتجيبي مثلا طقم ستانلس بقى 8 حلل وكده وتجيبي كل الانواع، لان هي عمليه جدا 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 في الاستخدام. انا جايبه اللي هو على 3 المقاس مثلا 32 على 3 على 26 على 3. الارتفاع بتاع الحله بيبقى عالي لان في ارتفاع اللي منخفض، طبعا بيفرق في السعر عامه. يعني انا جبت الطقم ده 5 حلل، ولو حبيت ان انا ازود عليه متاح ان انا ممكن اروح اجيب مثلا المقاس اللي ناقصني لو عايزه اخليهم 8 قطع او كده. فبجد بجد الحاجه اللي انا مش ندمانه ان انا جبتها هو طقم الاستانلس ده. وابتديت بقى اجيب الحاجات الباقيه ما فيهاش الشغل برضو. الايد اللي هي السيلفر، ما جبتش الايد الذهبي او ما جبتش حاجه فيها ذهبي وكده. حبيت ان انا اوحد كل الحاجات اللي انا جايباها. فدي اللبانه الاستانلس. والبراد برضو جبته برضو، ما حبيتش ان انا احط فيه الوان كتير، بيبقى فيه حاجات فيها الوان. فانا حاولت ان انا اختار اللون اللي هو الرمادي اللي هو ماشي مع الحاجه اللي مترص في ضلفه واحده يبقى شكلهم حلو. فلو انت ام عروسه وبتجهزي تابعي الفيديو ده، هتشوفي حاجات كتير جدا هتعجبك. هنا كده ده الكنك. دي كده الحاجات الاستانلس اللي انا جبتها معايا واللي هتترص معايا في نفس الضلفه عشان يبقى الطقم كامل متكامل يعني. الطقم بيجي كل حله منفصله في الكرتونه بتاعتها. الكنكات جبتها نفس نوع اللبانه، يعني نفس الفراشه اللي على اللبانه. وطبعا هو تبذير مننا احنا بنجيب كنكات قهوه ستانلس والومنيوم مش عارفه ايه وكده. بس يعني خلاص بقى احنا جبنا، وكان الوقت الحاجه رخيصه. لكن في الوقت اللي احنا فيه الاسعار رفعت جدا. فلو انت بتجهزي ما تكتريش، هما طقمين مثلا او 3 وخلاص على كده، لان اكتر من كده بصراحه يبقى حرام وهتبقى حاجات ملهاش لازمه وهتتركن تحت السرير. تاني حاجه جبتها كان طقم الالمونيا. انا جايبه طقم الالمونيا الاي 1، والاعلى منه على طول هو الدهان. فعندي بنوته تاني هجهزها هجيب لها الدهان بقى. يعني بقى جربت ده وده، بس ده انا مجرباه في الصواني ومجرباه عند بنوتي التانية، جميل جدا. انا عجبته وحبيت ان انا اجيبه. ما فيهوش شغل من بره عشان خاطر بيتحرق يعني بيبقى شكله وحش، مبيبقاش نضيف. فجايلي الطقم 8 حلل والثمن غطيان، كل 4 محطوطين في علبه لوحديهم زي كده، علشان خاطر يعني المقابض بتاعتهم برضو مش راكبه فيهم. فانتي بتجمعي الطقم، يعني انتي بتجمعيه لما تيجي تفرشي بتجمعي الطقم عشان ينفع يترص وكده وما ياخدش مساحه في الكرتونه. فدي المقابض بتاعته اهي. واليد طبعا شكلها تحفه. الخامه بتاعته السماكه بتاعته حوالي 4 مللي او ممكن اكتر. من الحاجات الجميله جدا اللي انا مش ندمانه ان انا جبتها واللي يعيش سنين. يعني الحله وزنها كتير جدا، تقيله. يعني لو وزنتها كنت هلاقي وزنها تقيل. الحله انا مببقاش قادره اشيلها من تقلها. طبعا دي بقى بتخلي العمر الافتراضي بتاعها طويل. فمن الحاجات برضو اللي هتجيبيها ومش هتندمي عليها طقم الالومنيوم وطقم الاستانلس. وممكن بقى تجيبي لها طقم تالت. يعني لو انت بتجيبي البنوته هاتلها تيفال، هاتلها جرانيت، هاتلها سيراميك، اللي هي تختاروا بقى. في انواع كتير وماركات كتير، بس حاولي تجيبي ماركه نظيفه عشان خاطر تعيش اكتر وتبقى احسن. ده شكل الطقم 8 حلل. الحله تقيله تقيله بجد. يعني السمك بتاعها هو انا بقول لكم ده 4 مللي.
المقابض، بص الايد بتاعتها عامله ازاي، شكل الايد نفسه متقفل حلو والشغل بتاعها حلو. بعد كده بقى نشوف ايه الطقم التالت، وده طقم تيفال او تروفال. التروفال، الطقم ده بيجي طقم على بعضه، بيبقى 21 قطعة تقريبا. خلاص، بيبقى فيه 5 حلل ولبانة وصينية بسبوسة وصينية فرن وصينية القالب وطاستين واتنين بريوش اللي هو بتوع اللي بتقليهم الرز دول، ومصفى شبك كده عشان ايه لو هتطلعي فيها حاجة او كده. المهم ان الطقم ده حلو، بس مش عايز دعك كتير فيه، يعني مش عايز تبقى تستخدمي فيه سلك، مش عايز تستخدمي فيه معلقه خشب ولا ستانلس، تستخدمي فيه سيليكون هيعيش معاكي ويبقى زي الفل. يعني على قد ما تقدري حافظي عليه، حسسي عليه كده علشان يقعد معاكي. بيجي معاه لبانه، اللبانه تيفال، فكده احنا قلنا لبانه ستانلس ولبانه تيفال هي جايه في الطقم. وهنشوف برضو ايه التاني هيجي معاه. دي صينيه بسبوسه وصينيه عاديه، انا مش هفك البرشامه بتاعتهم. ودي الصينيه اللي هي الطويله. فده بيخليني انا بالنسبه لي ما بحبش الصواني اللي هي بتتجرح دي. بورسلين شغال، بايركس زي الفل، لكن الصواني اللي هتتجرح دي ملهاش لازمه، يعني مضره، مش صحيه. الحاجات اللي هي كده. الطاستين دول جايين معاه برضو، ودي كسرونه. ده غير طبعا انتي بتبقي جايبه مثلا طقم كسرونات تاني، يعني نوع تاني. هنا كده ده البريوش اللي هو بتاع الكيك، المولتون كيك والحاجات اللي زي كده، ممكن تقلبي بيه الرز تعملي فيه. ودي المصفى اللي جايه معاه. وجاي معاه 5 حلل، مقاساتهم حلوه جدا جدا جدا. يعني اللي هو انت لو هتستخدمي مثلا في اول جوازك ومش عايزه تبهدلي الجرانيت معاكي في الاول او كده، للناس اللي جهزت وجابت خلاص، لكن الناس اللي لسه هتجيب حرام تجيبوا 4 تطقم حلل، ملهمش لازمه. يعني الالومنيا ده اساسي، الاستانلس عشان صحي اكتر. يعني انت لو تعرفي تستخدمي الاستانلس بدل الالومنيا خلاص يبقى اوكي، ما تجيبيش الومنيا، ماليش لازمه. اللي هو ممكن عشان بس وطي النار تحتيه عشان ما يحرقلكيش الاكل. دي مقاسات الحلل اللي جايه معاه. 28، في 18 و16، 20، 24 كده. دول شكلهم اهو 5 حلل، طبعا جمال جدا. وده الطقم كده ايه التالت بتاعنا. الطقم الرابع هو طقم الجرانيت. تمام. فانا جايبه طقم الجرانيت، ما جبتش الغالي قوي، جبت الوسط تركي. كنت جايبه منه لنفسي وعندي لحد الان. اي نعم اتقشر شويه، بس ده طبيعي، اي حاجه من الحاجات الجرانيت تيفال سيراميك بيتقشروا وبيتبهدلوا. ما تنسيش لو وصلتي معايا لحد هنا تعملي الاشتراك وتفعلي زر الجرس. المهم بقى ان الطقم بتاعنا خلاص، عشان بفكركم بس يا جماعه، عشان ايه؟ عشان القناه تعلى بيكم وانزل لكم فيديوهات كتير لجهاز العروسه. الطقم جاي معاه جريل، جاي معاه صينيه، وجاي معاه بقى ايه 4 حلل. ال4 حلل مقاساتهم جميله جدا. لو حسستي على الطقم وعملتيه بالراحه هيعيش معاكي. بس خلي بالك الجرانيت والتيفال والحاجات دي، لو انت بتعملي مثلا رز اصفر او رز بالكركم وبودره الزعفران والكلام ده، اللون بيطلع بتخلي تلاقي الحله لونها طالع في الحاجه. فحاولي على قد ما تقدري استخدامك فيه يبقى برضو ايه كويس. يعني انت استخدمي الحاجه بالراحه هتعيش معاكي وقت طويل يعني. ف يا رب يا رب يا رب يرزق كل البنات بالزوج الصالح وابن الحلال اللي يصونهم، ما يبادلهمش مش بالحاجات ولا بعددها، بالمودة والرحمة اللي هتبقى ما بينهم. ياما ناس جابت بالعشر تطقم والدنيا باظت وبيبقى في حسد وبيبقى في كل حاجة. ده شكل الطقم كده. ما شاء الله تبارك الله، الحاجة جميلة. دي مسكات سيليكون كده، جاي معاه قطعتين عشان خاطر السخونيه وكده. طبعا الكلام ده ما ياكلش معانا. اهم حاجه الايد بقى، يعني ده ميزه الطقم ان الايد منها فيه، فشكله حلو، الايد مش هتتحرق مش هتتخلع مش هتعمل. فالايد والغطا الجرانيت عمليين جدا في الاستخدام. انا عندي الايد اللي هي بتتفك وكل شويه، دي مش حلوه زي الايد دي. فلما جيت اجيب لها اخترت ان انا اجيب لها الطقم بالشكل ده، اللي هو الايد بتاعته منه فيه، وشكل الحله تقيله جدا. ربنا يا رب يهنيها بيهم. ده الجريل ده برضو حلو جميل، جربته عندي، القاعدة بتاعته مزدوجة. والشركة هي يا جماعة، انا هوريكم بقى ان هو ميدين ان تركيا. نوع حلو يعني، انا مجرباه عندي وعند اختها، جميل. استنوني الفيديوهات الجايه.